متابعي قناة سكين كير العناية بالبشرة. اليوم أحضرت لكم منتج بيبي سيت كريم هامول المخصص للأطفال. طبعا الكثير من الأمهات يسألن عن هذا الكريم وما فائدته وطريقة استخدامه. طبعا بشكل عام شركة هامول هي شركة مخصصة تقريبا ل يعني العناية بصحة الأطفال وببشرة الأطفال، ويعني دائما تصنع لنا منتجات لها علاقة ب يعني العناية بالطفل. وأيضا الروائح التي تستخدمها هامول بشكل عام روائح مميزة. على سبيل المثال حتى كريم الأطفال أو حتى كولونيا الأطفال، فهي تمتلك عدة روائح مميزة جدا. والآن لنتحدث عن كريم بيبي سيت الشهير. سيت يعني من أقدم الكريمات المخصصة للعناية ببشرة الطفل، وخاصة عند تسلخ الجلد بسبب يعني طفح الحفاض. فنستخدم هذا الكريم للتخلص من التسلخ الجلدي الموجود على بشرة الطفل. بعض النصائح بخصوص هذا الكريم: نستخدمه يعني لمدة يوم يومين ثلاثة. في حال بقي التسلخ الجلدي موجودا فنذهب لنستشير الطبيب ويعني يرى الحالة الطبية ويعاين الطفل. وفي حال كان التشخيص غير ذلك فلا نستخدم الكريم إطلاقا، ولكن نستخدمه بشكل عام بسبب طفح الحفاض، يعني يسمى كريم السمات. طبعا بالنسبة لكريم هامول للأطفال فهو يحمي البشرة كما قلنا من التشقق والإحمرار، ويقيها من الجفاف وتسلخ الحفاض، ويهدئ تهيج البشرة. فاستخدام هذا الكريم يجعلنا نستخدمه كوقاية وأيضا كعناية لبشرة الطفل. وطريقة استخدام كريم بيبي سيت هامول: نقوم أولا بغسيل يعني المنطقة التي يعني مصابة بالتسلخ الجلدي وتجفيفها. وطبعا لا نستخدم صابون اطلاقا، لان الصابون يضر ببشرة الطفل، فهي بشرة حساسة جدا، ويعني طبقات الجلد تكون رقيقة ولا تستحمل يعني صابون وما الى هنالك. فنقوم فقط بغسل الجلد بالماء الفاتر حصرا، ونقوم بعدها بتجفيف الجلد جيدا. هناك بعض يعني الصابون المخصص للأطفال، ولكن لا نستخدمه على الجلد المتسلخ، نستخدمه لتنظيف الطفل فقط، مثل صابون جونسون على سبيل المثال للأطفال. نكمل طريقة الاستخدام: نقوم بتجفيف الجلد بعد ذلك جيدا، لا نضع الكريم على منطقة بعد الغسيل مباشرة، نقوم بتجفيفها وبعد ذلك نستخدم الكريم. نمد الكريم على طبقة الجلد المتأثرة ونقوم بفركها بنعومة بلطافة، وبعد ذلك نتركها حتى يعني تمام الامتصاص. وطبعا لا نستخدم هذا الكريم على بشرة متقرحة، على بشرة مخدوشة. فهذه الحالة تكون ليست يعني طفح بسبب الحفاظ، وإنما يكون يعني لا سمح الله شيء يعني له علاقة ب يعني أكزيما، أو يعني مرض جلدي، أو حشرة يعني لدغت الطفل، فنقوم باستشارة الطبيب. ولكن الطفح الجلدي معروف ومشهور، ويعني بإمكانكم قراءة يعني تفاصيله وأعراضه على إنترنت. بالنسبة لمكونات كريم بيبي سيت هامول، فلا يوجد يعني مواد خطيرة: ماء مستحلى، شموع، حموض مغذية للبشرة، يعني خلاصات، أعشاب، بذور، عطر وما إلى هنالك. ليس هناك أي مواد ضارة. وشركة هامول يعني كما ذكرت من الشركات التي يعني اهتمت بالعناية ببشرة الطفل، ولا يوجد أي تأثيرات جانبية كما أسلفت. بالنسبة لهذه القطعة فهي القطعة الأصلية يعني من المنتجات السورية، وهي بسعة 40 ميلي كما نلاحظ. تأتي باللون الأصفر كما نلاحظ، وعليها لون أزرق فاتح ولون الزهر. هذه هي القطعة الأصلية تماما. وأذكر أنها للاستعمال الخارجي فقط. وهذه هي أبرز يعني التفاصيل الخاصة بكريم هامول للأطفال. إذا كان لديكم أي استفسار بخصوص هذا الكريم أو أي كريمات أخرى، أرجو أن تكتبوها لي في التعليقات وسوف أرد بأسرع وقت ممكن. وهناك أيضا كريم بيبي ست هامول للأطفال بعبوة أكبر، وسوف أشرحها في فيديو قادم إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم.